في حلقتنا هنتكلم عن التقويم الهجري، وهنعرف الفرق بينه وبين التقويم الميلادي، وكمان هنعرف مين اللي أسس التاريخ الهجري وإمتى تم استخدامه، وهنعرف مع بعض أسماء الشهور الهجرية، وهل الشهور دي كانت معروفة قديما عند العرب ولا تم استحداثها. فعلى السريع خلينا نبدأ. التقويم الهجري بيختلف عن التقويم الميلادي في حسابه للشهور، لأن التقويم الهجري بيتم في قياس حساب الشهور حسب دورة القمر حول الأرض، وده عكس التقويم الميلادي اللي بيتم في حساب الشهور حسب دورة الأرض حول الشمس، وده بيؤدي لاختلاف أيام الشهور في التقويم الهجري، واللي بتتراوح ما بين 29 و 30 يوم للشهر، عن التقويم الميلادي اللي أيام الشهور فيه محددة وثابتة. ونتيجة للاختلاف ما بين التقويم الهجري والتقويم الميلادي في حساب عدد أيام الشهور، السنة الهجرية بتنقص كل سنة 11 يوم عن السنة الميلادية، وده اللي بيخلي الشعائر والمناسبات الإسلامية بتيجي في فصول وأوقات مختلفة من السنة، بداية من الشتاء والربيع للصيف والخريف. ودلوقتي خلينا نعرف مع بعض قصة بداية استخدام التقويم الهجري. التاريخ الهجري ما كانش موجود في بداية الإسلام، ولكنه ظهر بعد حادثة حصلت في زمن عمر بن الخطاب، واللي بيعتبر أول من استخدم التاريخ الهجري. ومعلومة هنا على السريع، شهور السنة الهجرية عند العرب كانت معروفة، ولكن أسماءها كانت مختلفة بعض الشيء زي ما هنعرف بعد شوي. المهم في سنة 17 من الهجرة وصل لأبي موسى الأشعري كتاب مؤرخ في شعبان بدون ذكر للسنة، فهنا أبو موسى الأشعري بعت خطاب لعمر بن الخطاب استفسر فيه عن الكتب اللي بتوصل ليه مؤرخة بالأشهر بدون ذكر السنين، وقال له إن ده ممكن إنه يؤدي لإحداث خلط ما بين الرسائل. ومن بعد الخطاب ده جمع عمر بن الخطاب الصحابة للبحث في حل الإشكال ده، وآراء الصحابة اختلفت، منهم اللي كان شايف اعتماد تاريخ مولد الرسول صلى الله عليه وسلم كبداية للسنة الهجرية، ومنهم اللي كان شايف ان تاريخ وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم تصلح انها تكون بداية للسنة الهجرية، ومنهم اللي اقترح العمل بتاريخ الفرس او الروم. وخلصت مداولات الصحابة مع عمر بن الخطاب لإقرار تاريخ الهجرة النبوية الشريفة بوصفها حدث مهم في تاريخ الدولة الإسلامية، وعليه عمر بن الخطاب قال إن الهجرة فرقت ما بين الحق والباطل، فاختاروا الهجرة النبوية لتكون الحدث اللي هيتم ربطه ببداية التقويم الهجري، وبدأ استخدام التقويم الهجري بداية من سنة 622 ميلادية. ودلوقتي هنستعرض مع بعض أسماء الأشهر الحرم قبل الإسلام. قديما العرب كانوا بيسموا الأشهر حسب الأحداث الكبيرة والظواهر الخارقة اللي بتحدث، ولكن المسميات دي اتغيرت بعد ما قرر العرب توحيد الأشهر القمرية. فمثلا رمضان كان بيطلق عليه اسم ناطق لأنه كان بيزعجهم بشدته عليهم، وكلمة ناطق كانت بتعبر عن كثرة المال لدى العرب بعد معارك شعبان. وشهر شوال كان اسمه وعل، واللي معناها لجأ، لأن العرب كانوا فيها بيهربوا من الغارات وبيوقفوا القتال في الأشهر الحرم. وذو الحجة كان بيعرف باسم ميمون وبرك بسبب ما فيه من البركة في الحج. وشهر جمادى الأولى كان بيسمى حنين بسبب حنين العرب المسافرين فيه لبلدانهم بعد الربيع، ولأن حياة العرب كانت حياة ترحال وعدم استقرار، فما كانوش بيشيروا للسنين بالتواريخ الرقمية، ولكنهم كانوا بيربطوا السنين بحوادث كبيرة زي حرب الفجار وعام الفيل وهكذا. وفي عهد كلاب بن مرة الجد الخامس للرسول صلى الله عليه وسلم اتفق رؤساء القبائل العربية على تسمية جديدة للأشهر القمرية، واللي منها الأشهر الحرم، واللي منها ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب، واللي استقواها من عهد النبي إبراهيم عليه السلام، وثبتت حتى في عهد الإسلام وحرم فيها القتال. ودلوقتي هنستعرض مع بعض أسماء شهور السنة الهجرية وسبب تسميتها. بتبدأ السنة الهجرية بشهر محرم، ومن بعده صفر وربيع الأول وربيع الآخر وجمادى الأول وجمادى الآخر ورجب وشعبان ورمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة. ودي كانت أسماء الشهور، ودلوقتي هقول لك سبب تسميتها بالأسماء دي. شهر المحرم اتسمى بالاسم ده بسبب تحريم القتال فيه، وشهر صفر اتسمى بالاسم ده لأن مكة لما كان أهلها بيخرجوا للقتال كانوا بيتركوا بيوتهم صفر بمعنى خالية. وشهر ربيع الأول اتسمى بالاسم ده لارتباطه في البداية بفصل الربيع. وشهر ربيع الآخر أو ربيع الثاني اتسمى بالاسم ده برضه لارتباطه بفصل الربيع وهو بيجي بعد ربيع الأول. وشهر جمادى الأولى اتسمى بالاسم ده لأنه في بداية تسميته كان بيقع في الشتاء وبتتجمد فيه المياه. وشهر جمادى الآخر اتسمى بالاسم ده لأنه بيقع في الشتاء ويأتي بعد جمادى الأولى. وبالنسبة لشهر رجب وهو من الأشهر الحرم، العرب فيه كانوا بيزيحوا النصل من الرمح بمعنى منع القتال فيه. وشهر شعبان سبب تسميته بالاسم ده قيل إن الناس كانت بتتوزع فيه وتتفرق طلبا للمياه، ورأي تاني بيقول إن العرب كانوا بيتشعبوا فيه نحو الحرب اللي كان بيوقفهم عنها شهر رجب. وشهر رمضان سبب تسميته بالاسم ده جاي من الرمضاء، لأن الفترة اللي كانت بتوافق شهر رمضان كانت شديدة الحرارة لقوة الشمس فيه.
وبالنسبة لشهر شوال فتسمى بالاسم ده نسبة لما يعرف بشولان الناقة، واللي فيه بتضعف الناقة وينقص حليبها ويجف ضرعها. أما بالنسبة لشهر ذو القعدة فتسمى بالاسم ده لأن العرب كانت بتقعد فيه عن الحرب والتنقل والسفر. وشهر ذو الحجة يتسمى بالاسم ده لأن العرب كانوا بيذهبوا فيه للحج. ولحد هنا خلصت الحلقة، أتمنى تكون استفدت شيء جديد وعرفت معلومة ولو بسيطة عن السنة الهجرية والتقويم الهجري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.